ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نعمل النهارده ايه؟ انا اعمل النهارده بقى ايه؟ رز بلبن كده. نعمل حبه رز بلبن حلوين كده، نحطهم في الثلاجه يسقعوا مع الحر اللي انتوا شايفينه، حر الجو ده. عندي اللهم صل على النبي، انا هعمل 2 كيلو. دي بتاخد 2 كيلو، 2 كيلو رز بلبن. هعمل دي 2 كيلو لبن، هعملها عليها ربع كيلو رز. ده ربع كيلو رز مغسول غسله حلوه كده، ما نقعتوش عشان ايه؟ يشرب من اللبن. وعندي جوز الهند وعندي الزبيب، واللي عايز يعمله ساده يعمله. وعندي سكر بس يكون سكر ابيض، وعندي ورقه زبادي. هنزل اللهم صل على النبي الرز ده هنا كده اهو. في ناس بتسلقه بس انا ما بسلقوش، انا بسويه كده في قلب اللبن علشان يشرب من اللبن كده ويبقى حلو. وصلة الرز بصوا واصله حلوه كده، عشان لازم يتغسل حلو عشان ده بقى ايه؟ ما يعلمش في اللبن. وعندي ازازه اللبن كده هفتحها وافضها كلها كده على الرز كده، كله ساقع كده مع بعضه اهو كده. ال 2 كيلو لبن زي ما انا ما قلت لكم. هجيب بقى حبه ميه صغيرين كده في الازازه مكان اللبن ده عليه كده. حبه اللبن دوم، حبه الميه دوم مكان اللبن عشان يسوي الرز كده، والرز ما يشيطش في قلب اللبن. انتوا عارفين ان اللبن بيشيط والغليان بيخففه جامد كده اهو. فضيته كده عليه، هقلبه بقى تقليبه حلوه كده. بصوا الرز في قلب اللبن اهو ني زي ما انتوا شايفينه كده. هعلق على النار بقى، واول ما يغلي خالص اوطي عليه النار زي السهريه كده، عشان اللبن ده، عشان الرز باللبن ده يتخوا مع بعض. انا مش هحط اللهم صل على النبي، مش هعمله بنشا. انا ما بعملش رز باللبن بنشا. لو عندك كريم شانتيه حطي معلقتين، بس انا ما عنديش الصراحه. هحط اللبن ده اساسا تقيل ودسم وحلو اهو، هحطه على النار. بصوا كده وطيت على النار جامد بيغلي حاجه بسيطه كده. بصوا ما حطيتش نشا خالص اهو. بصوا ما شاء الله عليه كريمي وعامل ازاي وخفيف، لا منه خفيف ولا منه تقيل. واما اللهم صل على النبي يتغرف ويبرد هيبقى احلى من كده كمان، عشان انتوا عارفين ان هو سخن. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك. كومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها اهو. هنزل بقى اللهم صل على النبي بالسكر. السكر بقى حسب الرغبه وحسب الكميه. انزل بالسكر، انا بظبطه يعني. بصوا لا بخليه مسكر قوي ولا دلع قوي، حاجه مظبوطه كده. هقلب السكر كده سووا اللبن في قلب سووا الرز كده في قلب اللبن، بيبقى طعمه حلو احلى من الرز المسلوق. وترجعي تحطوا له لبن كده وطي على النار بس هو بيستوي مع بعضه كده. بوشت السكر بالراحه، انتوا عارفين ان هو سخن وقلبش بسرعه. وهنزل اللهم صل على النبي. انا طفيت النار على فكره، طفيت النار عليه. انزل بورقه الفانيليا دي اخرى كده عليه واقلبها كده. اخده بقى ايه على الترابيزه، اغرفه بقى. طلعت الكاسات كده اغرفه كده. بصوا ما شاء الله عليه عامل ازاي، من غير نشا من غير اي حاجه. انا ما بحب طول عمري بعمل الرز ابو لبن من غير نشا اهو. هنقصه بقى في الكاسات دي كلها كده، واللي هيفيض هغرفه في الطواجن ان شاء الله اهو. بصوا كده غرفت الرز ابو لبن دوم. ال 2 كيلو عملوا دوم 6 كاسات دوم و6 طواجن صغيرين الاول، ودخلتهم الفرن اهو. عملت له وش. وده بقى الكاسات دي احط لها اللهم صل على النبي بقى حبه جوز الهند كده عشوائي كده، رشه عشوائي كده اهو. تحط على ده بقى علشان بنتي ما بتحبش الجوز الهند اهو. واحط الزبيب بقى كده حاجه كده مش عشوائي كده، وتخلي شكلها حلو اهو كده.
احط لك زبيب. هي قالت لي بقى حط لي زبيب، هحط الزبيب كده ده عشان هي مش عايزه جوز الهند. ودي بقى ايه، اللهم صل على النبي، عملنا الرز ابو لبن زي ما قلت لكم كده في ثواني، سويته مع بعض ولا ثلاثه، ده لوحده ولا ده لوحده كده زي ما انتم شايفينه طلع ما شاء الله عليه. بصوا على ما ده دخل الفرن وبرد شويه، بصوا اتمسك وبقى حلو ازاي، عامل زي الجيلي كده، مش جابس قوي ولا مرق قوي اهو. ودي كانت تحليتنا النهارده رز بلبن، واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. اتفضلوا ادخلوا معانا رز بلبن وشوفوا على خير ومع السلامه.